السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل بقى مع بعض النهاردة كده حاجة حلوة طعمها في حتة تانية خالص. حاجة كده وهم ميكس كده بين الحليب وبين الشوكولاتة وبين الاستفندي. بصوا يعني طعمها بجد يستحق التجربة. شايفين شكلها بس عامل ازاي؟ حاجة كده تشرفك كمان قدام ضيوفك. نقول بسم الله ونبتدي بقى بالمقادير بتاعتنا. سهلة وبسيطة، مفيش أسهل من كده. معايا بقى عشان اعمل الوصفة الجبارة دي، معايا اول حاجة لتر من اللبن، ومعايا كمان 14 جرام من الجيلاتين، ومعايا كمان 60 جرام من السكر. المكونات دي بقى كده على البارد هقلبها كويس جدا، وبعدين ارفع بقى المكونات دي كده على النار واسيبها بقى لحد ما تغلى كده وتتماسك شوية، علشان الجيلاتين يتفاعل كده مع الحليب، والسكر كمان يدوب معايا كويس جدا، واديني بقى القوام اللي هو الهلامي بقى الجيلاتيني كده اللذيذ بتاعنا ده. الوصفة دي انا هحتاج لها ازازة، يعني ازازة مية عندك فاضية مثلا حوالي لتر ونص. علشان هنشيل بقى الجزء اللي هو اللي فوق ده بتاع الازازة، ونبتدي بقى يكون عندنا جزء كده ايه مستقيم، نبتدي ان احنا نحط فيه المكونات بتاعتنا، علشان في النهاية تدينا الشكل الاسطواني اللي احنا شفناه ده، كده شكل الازازة يكون املس كده ولطيف. خلصنا بقى كده ونزلنا المكونات بتاعتنا من على النار، هبتدي بقى ان انا انزلها في الازازة. معايا طبعا جهزت كمان 5 حبات من اليوسفي يعني او اليوسفندي. جهزنا كده 5 حبات من اليوسفندي الجميل بتاعنا ده، وهبتدي بقى بالخله بتاعه الشيش طاووق او السيخ بتاع الشيش طاووق كده. هنزل الاستفندي اثبته فيها، وهنزل بقى بالمكونات بتاعتنا عليه، وبعدين هدخلها في التلاجة حوالي ساعتين او لحد ما تتماسك كويس. اول بقى ما خلاص اتمسكت بقى وهبتدي اشتغل، هبتدي بقى اعمل طبقة الشوكولاتة. طبقة الشوكولاتة بقى محتاجة لها 300 جرام من الحليب، ومحتاجة 8 أو 7 جرام من الجيلاتين، ومحتاجة 40 جرام سكر، ومحتاجة 130 جرام من شوكولاتة المطبخ أو الشوكولاتة الغامقة، وكمان 25 جرام من الكاكاو. هقلب المكونات دي كويس على البارد وارفعها على النار تغلي كويس، واول بقى ما تبتدي كده تهدى وتبرد، هنزل بيها بقى على الاختراع الرهيب بتاعنا بعد ما طلعناه كده من الازازة، وهنزل بالشوكولاتة تغطيه كده وتغلفه كويس جدا، وادخلها التلاجة برضو تتماسك كده وتديله كفر حلو. وبعدين هبتدي بقى ان انا اقطعها كده زي ما احنا شايفين بقى ايه، حلقات كده او دواير او ترانشات او بصوا سلايز زي ما تحبوا تسموها. شايفين بقى الشكل كده النهائي عامل ازاي؟ اول ما بنقطعها بقى الاستفندي وهو جواها، وحواليه الطبقة البيضة وحواليه طبقة كفر الشوكولاتة اللذيذ ده، الشكل يا جماعة بيتكلم عن نفسه يعني. شكلها في منتهى الجمال، كمان طعمها بجد في منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذة. طعمها حلو جدا، شكلها حلو، هيفرح الولاد جدا جدا فوق ما تتخيلوا. وحاجة كده يعني حلو، يعني سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هي مغذية جدا، هي كلها حليب وفواكه، فهي مفيدة قوي كمان. والجيلاتين طبعا مهم جدا. واتمنى ان انتم تجربوا الوصفة بتاعتنا، وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تقولي لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من قناتكم أكلة ماما. واشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.